البوليزاريو ملي كيرتكبوا تما اي فعل كيتسمى خرق، كيتسجل ضدهم، لانه البوليزاريو اصلا ما جادينش في الموضوع ديال الحرب. تيقول لك حنايا رجعنا للكفاح المسلح، وعلاش مستمرين في العمليه السياسيه؟ وعلاش كتستقبلوا دي مستوره؟ لكن انت رجعتي للكفاح المسلح، اذا رجعتي لما قبل 90، اذا داك القرار 690 خاصك صافي ما بقيتيش كتامن به. اذا ملي تجي الامم المتحده وتقول لك راه غيجي عندكم دي مستوره ما تستقبلوش، نتوما في الحرب ما عندكم علاقه. نفهم بانه المغرب حشر الجميع في الزاويه. طبعا دابا هما السبب ديال هادشي كامل هو المغرب. قال لهم هذا المشكل جربتوا معنا الحرب في 75 ل 91، في الحرب طحناكم، ما قدرتوش تصوروا معنا حتى حاجه، ودار شي حاجه معجزه المغرب. عمرني انا ما شفت المنطقي الا شتي دابا حرب العصابات، تاريخ حرب العصابات، سير شوف هوشيمين، شوف ماو تسي تونغ، شوف هذا تشانج كايتشيك، شوف هذا الاخر ديال كوبا فيديل كاسترو وغيفارا، محمد عبد الكريم الخطابي. ملي كدير حرب العصابات المفروض انك انتم عصابات ما عندك لا تكانات لا قواعد عسكريه، ما عندكش شي بلاصه اللي ممكن تضربها في العصابات. فالعصابات اش كدير؟ هي كتستنزف جيش نظامي. اما جيش نظامي هو يستنزف عصابات، ما عمره دار شي في التاريخ العسكري في العالم من غير المغرب. من 75 ل 91 ماشي استنزف العصابات ديال البوليزاريو، واستنزف معاهم الجزائر، واستنزف معاهم القذافي، واستنزف معاهم كوبا والاتحاد السوفيتي، استنزفهم المغرب كاملين وهو جيش نظامي. السلام عليكم الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي غنشوفوا فيه الدكتور عبد الفتاح نعوم وكذلك رضوان الرمضاني اللي من أشهر الإعلاميين في المغرب كرفصوا وبهدلوا النظام الجزائري في واحد الحلقة اللي ما عمرك ما غادي تمل منها، وجبدوا السيفي ديال الجزائر النظام العسكري من حتى لزاد. غنخليكم الاخوان تشوفوا وتستمتعوا بهذا الفيديو، ما تبخلوش عليه بواحد لايك باش الفيديو ينتشر يوصل لكاع المغاربه ويستمتعوا به ويوصلوا حتى للنظام الجزائري ويعرف شنو كيتسناه الى حاول يقرب من المغرب. كيف ما يقول عبد الفتاح نعوم، تيقلبوا على شي طريحه جديده، تيقلبوا يعاودوا مقوله حقرونا المراركه اخوتي، تيقلبوا يعاودوها. المهم الاخوان كي قلت لكم لايك، اشتركوا بالقناه، فعلوا زر الجرس، الاراء ديالكم حول هذا الموضوع في قناه التعليقات. كيف ما قلت لك ما كاين لا خشب ولا هم يحزنون لا خشب ولا هم يحزنون. عبد الفتاح نعوم للتوضيح والتدقيق، ولان العقد شريعه المتعاقدين عاده ملي كتشعل هذه البوله الحمراء في هذا الاستوديو ما كنبقاش رضوان الرمضاني، كنرجع محامي الشيطان والعياذ بالله. والعاده انه اللي جلس في ديك البلاصه وفي ذاك الكرسي انا كنكون ضده. شروط البرنامجيه يا اختي ما كاين حتى مشكله السي رضوان، وتانا راه ملي كيتشعل عليا الكاميرا راه كنتسيف خذ راحتك، تسيف كما تشاء. ماشي التسيف بالسيف، ماشي بقى تسيف وتسيد، ما كاين حتى شي مشكل. وطبعا اذا كان شي تحفظ او دفع شكلي او نقطه نظام سجلوهم قبل ما نبداو يا عبد الفتاح نعوم. لا مرحبا. اذا بدون تحفظ عبد الفتاح نعوم معنا اليوم. حضورك نقولوا ثنائي الابعاد، انت استاذ العلاقات الدوليه في جامعه القاضي عياض مراكش، ونقولوا انك ناشط ومحلل على السوشيال ميديا، ياك؟ ما كاين اعتراض؟ ما كاينش اعتراض، بالعكس. هو الاستاذ الجامعي يعني كينتمي هو والصحفي والطبيب والمحامي يعني كينتموا للنخب المثقفه في المجتمع اظن، يعني حسب التعريفات ديال السوسيولوجيين. وهاد النخب المثقفه راه ماشي كدير فقط دور مهني، يعني ولا كدير دور مهني، ولكن كيكون عندها واجب اخلاقي تجاه المجتمع، لانه لا عندك شي معرفه كتنميها في الحقل اللي كتخدم فيه وكتشتغل فيه، ما غاديش تقدمها فقط للمعنيين او المرتفقين اللي هما الطلبه الجامعيين مرتفقين، هادو مواطنين كياخذوا خدمه عموميه. ولكن انت ايضا ما عندك من معرفه، ما قدمت لكم المعرفه، من حق المجتمع عليكم ايضا اختبروا، لانه الهضره اللي لقيتها كتقول غير الطلبه بينك وبينهم، علم الله شنو تدعو. لا طرح ما عندك من معلومات ومن افكار ومن هذا دافع عليها في المجال العام، لانه في المجال العام كتولي راك كتناقش مع المجتمع العلمي، كتناقش مع يعني فئات اوسع، وايضا حتى المعرفه خاصها تختبر في ملي تتحطها امام ما يضادها. تعميم الفائده من باب تعميم واختبر راسك، لانه ملي كتناقش مع اللي مختلف معاه وملي انت تضادو كتبان درجه تمكنك وضبطك وقدرتك يعني وثقتك في المعلومات والمعرفه اللي كتمتلك، لاعب بوحدك او لا راك لاعب بوحدك. هذا هو اللي كاين، يعني فمهم جدا هذاك الاختبار ديال انه عبد الفتاح نعوم مشيتي للقاضي عياض. دابا انا ما كانش في راسي هذه القضيه. لا مؤخرا التحقت رسميا بجامعه القاضي، ولكن انا ابن جامعه القاضي عياض. انت ولد الجامعه القاضي عياض، دابا انا استاذ فيها بشكل رسمي، ولكن انا راه ابن جامعه القاضي عياض ربما من نعومه اظفاري الجامعيه
وانا طالب فيها، عاد درست من بعد في جامعه أستاذ محمد الخامس، فيها. ولكن انا استاذ رسمي دابا في جامعه القضائيات، او باللغه القانونيه استاذ محاضر في جامعه القضائيات. أستاذ محاضر. في أي ظروف مشيتي إلى جامعة القاضعيات؟ عادي جدا كأي أستاذ كيلتحق بجامعة، مباراة جامعية كتقدم لها، كتقدم المباراة، نجحتي ما نجحتيش صافي عادي جدا. ولكن السلام عليكم. ولكن الصلة بالجامعة ديالي ما عمرها تقطعت. دائما كنت أستاذ زائر في الجامعة، كنت دائما كان دابا رسميا. أنا علاش سألتك عبد الفتاح نعوم؟ لأنه راك عارف ملي كتوقع شي حاجة كيكسر التأويل، والتأويل اللي كيقدر يوصل إلى درجة الوشاية بعض المرات مع الاحتفاظ بسرية المصدر ولا المصادر، ولكن ما فيها بس يوضح عبد الفتاح نعوم تفيد الوشاية ولا التأويل بأن عبد الفتاح نعوم تمكن في ظروف ما من أنه ينال منصب أستاذ محاضر في جامعة القاضي عياض مقابل الخدمات التي يسديها إلى جهة أو جهات ما، زعما تهلاو فيه. ولكن عادي شوف كاين الناس رونداولك السربيس كما كتروندي السرابس. هادشي ما كاينش في المغرب بعدا اولا، لانه كاين الناس اللي حضورهم في المجال، يعني هاد مثلا شنو هي المهام اللي ممكن تكون كدير، يعني كتناقش، كتعبر على ارائك، على وجهة نظرك، على افكارك. كاينين الناس اكثر مني وما دخلوش الجامعه، اكثرهم ما نقدرش نذكر لك اسماء، ولكن انت كتعرف كاين الناس حضورهم في الاعلام، في الانشطه، في هذا، ولكن ما دخلوش الجامعه. كاينين الناس اللي هما مثلا دخلوا الجامعه عاوتاني وما كيديروش هذا الشيء اللي بغيت تهمني به انا، كيديروش كاع منه ولا واحد ولا هما تاعنا. فبالتالي شوف المسار ديال الدخول للجامعه من عدمه، هو عنده واحد مجموعه ديال الضوابط كتنتهي بك، اما انك غادي تقبل في مباراه، اما انك ما غاديش تقبل في المباراه. هاد الضوابط هذه بسيطه جدا. علاقتك بالجامعه كيديرها، لانه المجتمع الجامعي في اي بلاصه في الدنيا، في اي بلاصه في العالم، المجتمع الجامعي كيبغيو الاستاذ اللي غيكون مدرس، يعني تكون كتهضر مزيان، تكون كتحاضر، تكون ما غتدرسش طلبه مزيان، او ما غادي يعني توظف وما تدخلش وما تجيش، او تبدا تكون عندك بعض الممارسات اللي مثلا تكون من الناحيه البيداغوجيه ولا من الناحيه السيكولوجيه ما لا تصلح للتدريس، يعني ما تصلحش كمدرس. راه ما يمكنش انت براسك غادي تلقى راسك واخا تدخل في الجامعه ماشي ديالك، غتلقى راسك فبالتالي ملي كتشوف هذا الموضوع ديال التوظيف في الجامعه هو عنده واحد مسار معين، وبالدليل على ذلك وانا معروف، وانا في الاعلام، وانا كذا مرارا تقدمت لمباريات جامعيه ومباريات كذا، يعني عادي جدا لانه ديك اللجنه اللي كتدوز لك هي اللي عندها السلطه التقديريه. ما كاينش اللي غيقدر يجمع 6 ولا 7 الناس في اللجنه يتفقوا كاملين، الا غير واحد فيهم اعترض راه واحد يمكنش. طيب ولكن انت يا اخي ما كتعياش من الكليه، الندوات، اللايفات شبه اليوميه على اليوتيوب، التدوين بزاف وعلى جميع الجبهات، من قلعه الصراغنه ومراكش للرباط، الجزائر، الصين، روسيا، ممكن توصل حتى لبنغلاديش. شوف هو بنغلاديش على بساط الريح. فتح نعوم السير دوان. شوف دابا الله سبحانه وتعالى تيدير فينا واحد الطاقه، واحد شعله حياه. طول ما انت كتنفس وقادر تدوي وقادر تمشي وقادر دير، راك خدام، راك كتشتغل. وهذه القضيه راه الا شفتي ممكن تلقاها عند النجار، وتلقاها في الحداد، وتلقاها في الصباغ، وتلقاها الناس يوميا كيخدموا. كاين الناس اللي ما كيعرفوش مفهوم العطله كاع شنو هو. انا كننتمي لهذه الفئات اللي ما كتعرفش مفهوم العطله، ما كنعرفش مفهوم العطله شنو هو، ولا كنعرف سبت وحد، ولا كنعرف شي، لانه هذا كاينين فئات عريضه في المجتمع ما عندهمش العطله. مول الحانوت ما كيعرفش العطله شنو هي، مول الا دار العطله كيدير ازمه. النجار ما يعرفش العطله، والحداد ما كيعرفش العطله، وهاد يعني الفئات اللي هي اللي هزه المجتمع، اللي هي قطب راحه المجتمع ما كتعرفش شنو هي. وبالتالي حنايا بالنسبه لي انا كنمدهن المعرفه، عرفتي، هي المعرفه، يعني نقلب، نفهم، نعرف، نتعلم ونعلم. ورغم هادشي اللي كيقول عبد الفتاح نعوم، كيجيو شي وحدين يتطاولون عليك بكلام بذيء رديء قميء، من ضمن ما قيل وصلتوا للإفلاس من بعد ما كثر عليكم الدق على أولياء نعمتكم اللي كيعطيوكم باش تشريوا الخبز لولادكم وعيالاتكم. هذا السي جيراندو، هذا الأخ جيراندو، أنا كنقول ليه شوف، حاورت هذاك السيد، انا عطيتك العباره. لا عرفتها لانه شوف هذا السي جيراندو تناقشت معاه نقاش يعني بجد. هو ما كان، انا بطبعي ملي كنتناقش مع شي واحد وكنختلف معاه ما كنقلب في ضمائره، ما كنشكك في خلفياته، ما تنطعن في وطنيته، ما تيهمني في علاقته بالله سبحانه وتعالى. انا ما شغليش في هذا الشيء، انا اللي الكلام اللي تيقول كنناقشوا فيه. سي جيراندو كيقول
واحد العدد، يعني راه عدد ديال الفيديوهات كيدير دوك الفيديوهات ديالو قصار داك ديال اليوتيوب. انا شبهتهم بحال كيحل الشرجم، كيسب كيعاير وكيسد الشرجم، وما كيعطيش فرصه للناس يتناقشوا معاه. يعني وما يمكنش تكون انت تطالب بالديمقراطيه وكترفضها ملي يناقشوك الناس. اللي كيطالب بالديمقراطيه خصو يكون ديمقراطي حتى في الناس اللي غيختلفوا معاه، ولو يدافعوا على الطرح النقيض، ولو شي واحد يكون بيدافع، خاصك تكون ديمقراطي. فتناقشت معاه من هذا المنطلق. من ناحيه اخرى انا كنتكلم على مغربي خويا، نناقش معاه عادي، حنا خوت كنتناقشوا، نختلفوا ماشي مشكل في الاختلاف، وكنتناقشوا. وكنقول لك الكلام اللي كتقول السي جيراندو فيه مجموعه من الاسئله، او تطرح عليه مجموعه من الاسئله من الناحيه المنهجيه. انت كتقول لي سيل ديال المعلومات والاخبار، كتهم مؤسسات وشخصيات عموميه وغيرها. انا عندي غير سؤال بسيط، الى اي معلومه من هادو تقولها لي وتقول لي معها غير فين وقعت بالضبط وفاش من تاريخ وقعت، اكون شاكرا لك. علاش؟ لانه غتسهل المأموريه. الا بغيت نعرف، لانه ما يمكنش واحد غادي تفوت ليه ارض بمئات الاف الهكتارات بواحد الثمن رمزي او بشكل مشبوه وغير قانوني، وما يكون حتى شي يعني محضر توقع، ما تكون حتى شي وعد بالبيع الدار، شي ما ضروري تكون بعض الاثار اللي ممكن تاكد لنا انه هذا الخبر صحيح ولا ما صحيحش. ملي كتجي انت كتقول لي الاخبار ديالو كاملين سي جيراندو اللي كينقل كلهم اخبار مبهمه، كلها اخبار مبهمه، ما عندكش شي خيط ممكن تتبعه باش تاكد من الخبر صحيح ولا ما صحيحش. هذا سؤال. واش هذا يزعج شي واحد باغي يتناقش ويبحث على الحقيقه؟ كلنا بغينا نحاربوا الفساد، وكلنا ما بغيناش الفساد يكون، وكذا يكون ماشي باش نحاربوا الفساد نوضوا نديروا هذه العمليه ديال الاتهام، ديال نشروا هذا النوع من السلبيه، يولي اي واحد كيطالع بمسؤوليه معينه راه فاسد. هنا بالطريقه هذه راه المناخ ديال الثقه اللي كيكون في المجتمع واللي باساسه على اساسه كتبنى المجتمعات والدول والمؤسسات ما غيبقاش. وهذا نقاش طويل عريض، ولكن ملي قلتي هو اللي رد راه الشيء الرد ديالو كيفاش. على كل حال ملي قلتي لي بانه خاص التفصيل ديال الاخبار باش نقلبوا فيها، ولا نتفكر بانه عبد الفتاح ناعوم كيسمي راسو ايفين عبد الفتاح ناعوم على وزن لايف عرفتي هذه كون رديها البال داك سميتو داك جو شو كون راه دار عليك عاوتاني شي حلقه عاوتاني. هذاك جو شو دابا انا شد داكشي ديالو، ما بالنسبه لي ضحكني وصافي، ما عادي يعني بالنسبه لي، لانه انت شفتي انت استاذ كبير ديال الاعلام السي رضوان. دابا نجي ناخذ لك مثلا واحد ربع ساعه وانت كتهضر ونقطع منها 4 ديال المقاطع ونلصقهم بواحد الطريقه معينه ونعلق عليهم بطريقه كيف تعطي معنى اخر. يعني هذه ما يتناقش معك. دابا مثلا هو انا كنت كنتكلم هذيك الساعه على داك الخبر اللي ديال الخبر ديال $1,000,000، داك القمر ديال $1,000,000. وانا ديك الساعه مشيت قلبت في الخبر منين جاي وفين منشور، لقيته انه في بعض الوكالات الصحفيه اللي تابعه للرجل في السعاده، احد رجال الاعمال المقربين من ماكرون. انا نسفت الخبر، كذبت الخبر اصلا بانه غير صحيح يعني ما شريناش قمر صناعي، لانه هذاك الخبر تسلع في واحد المرحله معينه ملي كان المغرب وفرنسا في خلاف، وكان واحد الجهه من الجهات المواليه للرئيس ماكرون اللي هو رضول في السعاده، وهو اللي كيمتلك قبل التوبه قبل لانه راه استحقاق راه مناكفه ونزال. هذا نجح فيه المغرب، ما نقدرش لا مع اسبانيا ولا مع فرنسا ولا مع غيرهم. العلاقات الدوليه راه حتى شي واحد ما غادي يمشي معك في شي موقف اللي زعما من اجل سواد عيونك الا ما كنتيش سيدي مولاي في هذا العالم. يعني المغرب فرض راسه باسلوبه وبطريقته. فهو انا كنت كنحلل الامور في واحد الاتجاه معين، وقلتوا كاع ومن بعد دابا انتم هذو اللي كتزايدوا على المغرب في موضوع يعني في خبر بحال هذا مكذوب، كتكذبوا على المغرب في الاخبار. المغرب راه واضح. الوقيته اللي غيدير العلاقه مع اسرائيل دار العلاقه مع اسرائيل، وكان واضح في هذه المسائل. واكثر واحد كان المغرب واضح معه هي اسرائيل نفسها. يعني حط اهم شرط واهم بند هو انه راه ماشي العلاقه مع اسرائيل كتعني ان المغرب غيتنازل على حقوق الفلسطينيين، بالعكس في وجه اسرائيل المغرب كيترافع على حقوق الفلسطينيين وعلى حقوق الدوله الفلسطينيه، وبالعكس الفلسطينيين كيثيقوا فانه المغرب اكثر دوله كاينه في هذا العالم غادي توقف مع الشعب الفلسطيني وغتدافع على الفلسطينيين في وجه الاسرائيليين، وفي اكثر من مناسبه وفي اكثر من محطه وفي اكثر. هادشي تجرب، الفلسطينيين كيعرفوا هادشي. ناض سي جو شو لانه هو داير برنامجه الساخر ولكن بخلفيه ايديولوجيه كنعرفوها وهذا دار هذيك القضيه. انا ما بحال الامور ما كتزعجنيش، بحال هذاك الشيء ديال ما عندك شي مشكل. طيب ما كيزعجنيش شي واحد ينتقدني لما تنقولش الوحي، رانا يعني ما عنديش مشكل، راه ما كيزعجني حتى شي واحد ينتقدني. لا اي فكره كنقولها قابله للنقاش. ما تقولش كلامي هو الحقيقه واللي متفقش معايا. انا بالنسبه لي اشنو كنقول؟ اش كتقول؟ اي انسان في هذا العالم عنده واحد الفكره معينه خاصو يعتد برايه، وخاصو يدافع عليه، وخاصو يقتنع به، وخاصو يكون مخلص ووفي لرايه وقناعاته، لانه ما كانش هكا ما نحترموش حتى في الناس اللي كنختلف معاهم، حتى هادو اللي كنختلف معاهم
ما نحترمكش اللي ما كنتيش كتدافع على رايك الى اخر شوط، ولكن وانت كتدافع على رايك دير قدامك واحد القضيه، راك ما كتقولش الوحي، وانك انت براسك راك ممكن واحد النهار تقول راسك انك راك انت مخطئ في بعض التقديرات وبعض المعلومات كانت عندك مغلوطه، وانك راك هذاك السيد اللي كتناقش معاه راه ما هوش عدوك، راه ما هزش عليك السلاح ولا كيتناقش معاك، هذا راكم كتناقشوا، راه النقاش هذا راه فضيله من الفضائل ديال العقل. يعني ما يمكنش شي حاجه اللي هي عندك غير بوحدك ديالك غير راسك انت عندك الحق فيها تقول اللي بغيتي والاخرين ما عندهمش الحق، لا نتناقشوا باحترام، لانه في النهايه حتى واحد فينا ما كينزل عليه الوحي، اللي كينزل عليه الوحي يقولها لينا ما نبقاوش نهضروا معاه، نقولوا يا اما امنوا به يا اما نسكتوا ونديروا مع التقيه على كل حال الا خلعنا نديروا مع التقيه. الفتح نعاود دابا نخليو جوج شو ومن هم على شاكلته. انا عندي الغرض في شنقريحه وتبون شو واش ماشي دابا خاصنا نتجاوز منطق السخريه والطنز مع هذا النظام؟ هو شكون كيدير معاهم السخريه والطنز؟ انا كنظن ان السخريه والطنز كيديروا هما في ريوسهم، يعني هما كيديروا في ريوسهم. بالله عليك الرئيس دابا عبد المجيد تبون طريقه باش كيتكلم والحوارات اللي تيدير وهذيك الطريقه باش كيدبروا امورهم هما البروتوكوليه ولا القرارات اللي كيتاخذوا ولا يعني هما دايرين في راسهم هذا الشيء، ماشي غير حنا راه شوف دابا كاين راه دخلوا على الخط دابا صناع محتوى اخرين منهم هذا جوج شونيت راه شحال دار عليهم ديال كاين الناس كيقول لهم ماشي تديروا ما عرفتش الطريقه باش كتصرفوا، الخطابات ما هي خطابات، المناسبات ما هي مناسبات، الحوارات ما هي حوارات، والقرارات ما هي قرارات، وكديروا شيء وديروا عكسه هما راسهم. يعني اما المغرب بالنسبه ليه الا غتكلم كتقصد بالسخريه وبالطنز الحاله ديال التواصل الاجتماعي ديال الناس، والمغاربه ما كنظنش كاين شي قانون يقيد حريه الناس في انهم يديروا قنوات في اليوتيوب والفيسبوك وصفحات ويتكلموا الناس كيتكلموا. اما الدوله المغربيه راه ما كتعامل معهم كدوله. انا ملي قلت عبد الفتاح نعوم بانه واش خاصنا نتجاوزوا منطق السخريه والطنز في النظر الى ما ياتينا من الجزائر، لانه من نهار شفت الاستعراض العسكري الاخير وقريت عنوان يفيد الجيش مستعد، بديت كنقول مع راسي هاد الناس راه واقيلا فعلا كيقلبوا على شي سبه وانهم ناويين على خزيت. حنا كيقلبوا على السبه. انا درت واحد المقال يومين هذه ولا 3 ايام وتكلمت على هذا الموضوع. اللي كيقلبوا على السبه انا عطيتهم السبات اللي ممكن يكونوا مزيانين، يعني خرجوا من التخربيقه اللي داخلين فيها هاد 4 سنين. اما الجيش مستعد، راه السي تبون قال الجيش مستعد، وقال لك مستعد الى حلوا ليه الحدود بين مصر وبين غزه. كنتسناو هذا مستعد اش غيدير الجيش؟ قال لك مستعد يدخل في 20 يوم يبني 3 مستشفيات ميدانيه. مستعد لاش؟ راه هذا مستعد راه هما تيقولوا لاش كيستعدوا؟ هو مستعد عندهم المشاكل في الحدود ديالهم مع مالي وفي الحدود مع ليبيا وفي الحدود مع النيجر. لا مستعد لاش بالضبط هذا الجيش؟ لاش مستعد يواجه المخاطر ديالو اللي عندو اللي في وجهه اصلا. لا. اما المغرب راه ماشي لا يشكل خطرا على الجزائر، وقال لهم صاحب الجلاله عمر المغرب ما عمره ما غيكون فيه شر للجزائر. ليش مستعدين بالضبط؟ وما ليش كيستعدوا؟ اذا كانوا باغيين الحرب مع المغرب كيقلبوا على الحرب مع المغرب. اللي كيقلب على الحرب مع المغرب كنتكلم على الجزائر بالضبط. هادشي تيديروا هادشي راه سيبيانيه. يلعب دري صغار، حشد لي القوات ديالك على الحدود مع المغرب، دير هاد المناورات وهاد الشيء اللي تيديروا، هاد اللي تكلمتي عليه، هاد المناورات ديال الذكرى ديال نوفمبر اللي دايرينها بالدبابات ديال الخمسينات وديال الاربعينات. دفع بعض الصبيه ديال البوليزاريو يلوحوا شي حك ديال البارود، دوك الحكاك اللي كنا صغار تلعبوا بهم ديال ملي كنا صغار ديال البارود ديال العاشوراء. هاد الشيء تيديروا راه ماشي اشياء ممكن تخلي المغرب يدخل في اشتباك عسكري مع الجزائر، لانه هادشي تيديروا شنو باغيين منه. ولكن واش اسمح لي عبد الفتاح نعوم، واش ماشي غنكونوا ساذجين الا قللنا من درجه الخطر؟ وهنا لا ماشي كنقدر الامر ما بقاش مجرد اجتهاد. نسب الى وزير الخارجيه ديالنا ناصر بوريطه ما يفيد بان الجزائر فعلا بغات الحرب وتسعى الى مواجهه عسكريه مع المغرب. هذا كلام قالوا سي بوريطه وزير خارجيه دبلوماسيه، والكلام عنده واحد المعنى سياسي، يعني يقرا سياسيا. هذا الكلام تقال في البرلمان وتقال في واحد التوقيت معين كيتقرا سياسيا. انا غنرجع ليه غير باش نوضح هذه القضيه بعدا ديال دابا الجزائر علاش تقلب. هما ما باغينش يديروا سلوك عدواني او السلوك اللي يبينوا فيه انه فعلا باغيين يدخلوا في حرب مع المغرب، او يسهل ويقربهم من انهم فعلا يدخلوا في حرب مع المغرب. انما كيديروا مجموعه ديال الاسباب اللي ممكن تخلي المغرب ينجر
باش يقولوا راه المغرب تعدى علينا، هما شي يقلبوا يعني كيتسناو باغي المغرب هو يبان تعدى عليهم، يجي من المغرب. باغي اللعيب يجي من المغرب. والمغرب قالها من وراء الكركارات انه المغرب ما يمكنش ينجر الحرب، والمغرب سيقوم بما يلزم في الدفاع عن ترابه. الحاجه اللي كتدخل عنده لترابه راه المغرب غيرد عليها، ما تقربش ليا ما نقربش ليك. وهذا الشيء هما ما يقدروش يديروا هذه القضيه لانهم قلبوا قبال على مبررات. اتهموا المغرب بالشاحنتين، قالوا هو اللي ضربهم، قالوا على الحدود الدوليه وخلاوها مبهمه غير باش يقلبوا على المبرر، ما شداتش لهم. اتهموا المغرب بانه قصف 3 ديال الاشخاص، ما شداتش لهم. بقاو كيقلبوا على شي طريقه اللي يجروا بها المغرب. دابا اللي الناس في السعيديه كيقلبوا بطرق معينه يجروا المغرب لهذه القضيه. وهذا الشيء اللي تيقصد السي بوريطه انهم هذه الاساليب اللي كيديروا اش كتبين انهم عدوانيين، وان عندهم، انا قلتها عندك ذاك العام، قلت لك راه عنده الرغبه في الحرب وانهم باغيين يديروا الحرب، باغيين، ولكن الرغبه شيء والقدره شيء. هما باغيين، ما عندهمش القدره. الرغبه شيء والقدره شيء والقوه شيء. انا ما فهمت فيها ولا شيء. لا هي شوف، هي الرغبه هي انك بغيتي، القوه هي ان عندك العتاد وعندك الامكانيات وعندك جيش وعندك طيارات وعندك دبابات وعندك كذا. القدره هي واش قادر توظف هذه الامكانيات اللي عندك في اتخاذ قرار وتحمل مسؤوليته، لانه ملي كتبدا الحرب راه ما كتضمنش الخواتيم ولا السيناريوهات ولا الامور فين ممكن تمشي. واش عندك هذه الامور قادر عليها؟ واش كتوقع فين ممكن توصل هذه الحرب لاي مدى؟ واش ضابط النطاقات ديالها، ضابط المدى الزمني، قادر؟ واش هذه نوعيه الحرب اللي بغيتي؟ واش حرب مفتوحه ولا حرب موضعيه؟ انت كتشوف دابا ايران واسرائيل وكيبداو يتفقوا من خلال الامريكان على فين غيضربوا بعضياتهم، وهذو قوتين مدابزين يعني بيناتهم جميع اسباب التفجير، وكيتفقوا على الحرب، وكيقول لها يضربونا هنا نضربوهم هنا، نعطيوكم معلومات هنا ديروا هنا، لانه كنقلبوا على تنفيس الضغط، ولكن ما بغيناش ندخلوا في حرب مفتوحه، لانه حرب مفتوحه راه ما كيدخلوا فاعلين اخرين. دابا انت ملي كدير حرب بين دولتين كتخلق بيئه امنيه، كاينين جماعات اخرين باغيين يدخلوا تو مع الخط، كيقلبوا الناس في الساحل كيحلموا بالنهار اللي يوصلوا فيه لشمال افريقيا. ملي نشاغل المغرب والجزائر بحرب اقليميه، واش عندهم هما الضمانات ديال انه ما غيوفروش البيئه ديال كاع دوك التنظيمات اللي في الساحل تنقل لشمال افريقيا؟ قادرين يضمنوا هما الالتزامات والتعهدات ديالهم مع اوروبا ومع الناتو ومع غيرها في النطاقات ديالو؟ راه اي شبر في النطاقات ديال البحريه ديال اسبانيا وديال فرنسا راه مشمول بالناتو. راه لا رحتي فيه بونتا ديال الكارو راك عمليا كتهدد الناتو. يعني واش ضامن هاد النطاقات نتاعها كتستعرض في الصواريخ 400 كيلومتر هذا؟ واش فين غتصيفطوا هاد الصاروخ؟ فين؟ شنو النطاقات اللي غادي تضرب بالضبط؟ الالتزامات فيما يتعلق بالموضوع ديال الهجره والنزوح وهاد المشاكل اللي داير العالم داير ليه مشكل. ولكن هذا الكلام واش تعتقد بانه النظام الجزائري كيهمو؟ ما كيهموش، ولكن اللي تيدو معاه كيهمهم. راجعوا عندهم مسؤولين ديال الناتو كيشرحوا لهم، حيت اللي كيكون دابا اللي هبيل راه هو ما فهمش، ولكن راه كاين اللي تيعقلوا عنده اللي تيعقلوا. ملي كيتكلموا معاهم الناس ديال الناتو، تتكلم معاهم فرنسا وتتكلم معاهم اسبانيا وتتكلم معاهم امريكان، راه كيتكلموا معاهم بهذه اللغه. واش عندكم دابا انتم باغيين ديروا حرب مع المغرب وصافي؟ عندكم شي ضمانات ديال هادشي ما غينزلقش؟ المواجهه شامله يدخلوا فيها اطراف اخرين وتحالفات وتدخل عليها طيارات اخرى والناس باقي العالم دابا بغيتوا عندهم يقدروا يتحملوا المسؤوليه ديال انه يولي مجال واحد ممتد من ليبيا للنيجر للتشاد المالي الجزائر المغرب حتى هما تزيدهم معاهم، تخلط معاهم تونس، تتخلط كل شيء في حرب وحده، يعني تولي من البحر الاحمر للمحيط الاطلسي كله مجال واحد ملتهب، البحر الابيض المتوسط. البلاصه الوحيده شوف دابا مضيق جبل طارق هو الوحيد اللي بقى مستقر كما مره ديال التجاره الدوليه. قناه السويس راه حداها اسرائيل وحداها غزه. باب المندب راه حتى واحد بقى كيتكلم عليه. يعني دابا واش عنده اراده؟ هو الاسئله اللي كيطرحوا عليهم شركائهم. الكلام اللي قال السي بوريطه قالوا في توقيت اللي دابا رجع فيه ترامب، وترامب اول حاجه قالها انه غيوقف الحرب ديال الشرق الاوسط وغيوقف الحرب ديال اوكرانيا. ودابا السي بوريطه بحال دار لهم بحال ورطهم سياسيا. راه كاين واحد الناس في شمال افريقيا حتى هما كيفكروا يديروا الحرب، باقي كيفكروا 4 سنين قبل من ورطهم. انا خايف لي يخرج علينا شي حد يقول لنا انا اصدق تبون ولا اصدق بوريطه. انت تصدق بوريطه بعدا فيما قال؟ طبعا انا نشوف انا واحد الحاجه عندي نبدا انا نشوف انا دبلوماسيه البلاد، دبلوماسيه المغرب، الكلام اللي تيخرج على الدبلوماسيه الرسميه المغربيه اللي كيخرج اما في شكل بلاغات ملكيه ولا في المواقف صاحب الجلاله ولا تيخرج من عند السي بوريطه ولا البلاغات الخارجيه، كنتبناه بدون نقاش. علاش؟ لانه لم تخذلنا في يوم من الايام الدبلوماسيه المغربيه، وما عمرها قالت شي حاجه ولقينا العكس، وعمر ما كان شي خطر او شي حاجه كتمس مصالح المغرب والامن المغرب والاستقرار المغرب وسكتت عليه الدبلوماسيه المغربيه. شي حاجه اللي كنكونوا حنا ما عارفينهاش وما حاسينش بها وما عندناش الادوات باش نعرفوها وباقي خطرها غيبان لنا 10 سنين. الدبلوماسيه المغربيه متوقده او متقده او في يقظه تامه. هذا الشيء ما فيهش النقاش. كنرجع لك هذه القضيه ديال المساله ديال الحرب اللي هو اللي كيتكلموا عليها دابا. اللي بغى يدير حرب مع الجزائر بغى يدير حرب مع المغرب. انا عطيناهم السيناريوهات. انا ما فهمتش قراءتك بعدا بلاتي.
قراءتك للتصريح ديال بوريطة انا ما فهمتهاش. قلتي ما يفيد بان بوريطة جر ليهم الشحيمه بمعنى دابا السي بوريطة قال انه الجزائر تقوم بمناوشات وتقوم تعطي مجموعه مؤشرات انها باغا تمشي للحرب. المفروض هاد الناس ولفونا العنتريات، ولفنا منهم العنتريات. المفروض انهم يخرجوا دابا بواحد الموقف دبلوماسي يقولوا اي يا سيدي وباغيين نمشيو للحرب وباغيين نديروا الحرب وباغيين نديروا معكم الحرب. هادشي اللي خصهم يديروا دابا المفروض. هادشي ما داروهش وكيقول لك اللي فراس الجماله ما قالوا والو. هادشي اللي ما داروه اللي داروه غيورطهم مع حلفائهم ومع اوروبا ومع غيرها ومع شركائهم. ولكن واش كاين شي نظام ولا دوله غتقول لك انا فعلا انا ناوي على خزيت؟ قالوها راه ملي كان اليامات اللي قبل ملي كان هذاك الحماق ديال مولي كان كيدوي باقي ما هضر معهم حد، راه قالوها. شنقريحه راه قال لك الواقعات الشاحنتين لن تمر دون عقاب. السي تبون في حوار متلفز هكا كيقول لهم الحرب راه حنا مستعدين ليها ولا بدات اللي بدا معنا الحرب يندم على النهار اللي يزيد فيه. راه كانوا كيقولوا هادشي. تا جاو عندهم الناس ديال الناطو جاو عندهم هذا وقالوا لهم شوفوا هاد الهضره كتقول راكم دايرين التعبئه العامه دابا، راه غير جوج الناس يتضاربوا وتشعل الحرب، راكم دابا كديروا التعبئه العامه. واش عارفين اش كديروا؟ واش هادشي عندكم ليه خطه راسمين سيناريوهات قادرين تضبطوا هادشي؟ باغي ديروا شي مواجهه مع المغرب وعندها شي وظيفه تقدمها لكم ودارسينها؟ حدوه معنا قولوا لنا شنو كاين. راه ما يمكنش انت. بالمناسبه راه الجزائر اصدقائهم ما اصدقائنا. اصدقاء المغرب هم اصدقاء الجزائر. عندنا نفس الصحاب. اوروبا وامريكان ومن الناتو راه حنا غير فايتينهم، سابقينهم، اذكياء عليهم، كنقدروا نحترموا جميع الناس، قادرين نوعوا الشركاء وكيحترمونا كذلك كيحترمون الناس. راه غير حنا دوله عمليه اتخاذ القرار فيها والطريقه باش كدير السياسه الخارجيه كديرها بطريقه فيها العقلانيه وفيها الهدوء وفيها الحكمه وما مدابزين مع حد. وراه قالها السي بوريطة مؤخرا في واحد الحوار مع واحد الجريده فرنسيه، قال لهم انه راه المغرب في علاقاته الدوليه شنو تيدير؟ كيدير العلاقات الجيده مع الدول، ولكن ما عمره ما يشرط على شي دوله تقطع علاقتها بدوله اخرى باش يدير معها هو العلاقات بشكل جيد. كيدخلش في الاختيارات ديال الدول. يعني هذه المشكله ديال الجزائر شنو تيديروا؟ داكشي ديال الدري الصغار باش نلعب معاك بكورتي ما تلعبش معنا هذاك. وهذا ماشي منطق ديال الدوله، هذا منطق ديال الوليدات الصغار كيلعبوا وكيديروا بشكل عفوي. الدول ما كيتصرفوش بهذه الطريقه. انا قلت لك السيناريوهات ديال الحرب الا بغاو فعلا كانوا جادين في حرب. دابا انت كاينه مداخل بسيطه كتفكر لهم والله الا كتقري الجزائر كيفاش يديروا الحرب. لا باش تعرف انهم ماشي جادين، انهم كيلعبوا واحد اللعبه باغيين غير يجروا المغرب يديروا المغرب تعدى علينا حقرونا. نفهم نعاود ناكد عليها ان الجزائر بغات اللعيب يبدا من عند المغرب باش يدير الضحيه. كيقلبوا بطريقه معينه باش المغرب يدير، حيت هما من 75 هما داعمين البوليزاريو، وحنا تنقول لهم راكم انتم داعمين البوليزاريو، تيقول لك لا حنا خاطينا. هذيك قضيه في الامم المتحده. واش هذا بالله عليك ما غاديش يجبدك دير معاه الحرب وملي تضربوا وبدا يقول ضربوني وملي تعدوا عليا؟ هكا دايرين هما مركبين هكا. كاس بقني وشكا منطقهم هو هذا. انا كنقول لهم الا كانوا جادين في اتخاذ قرار الحرب كاينين مداخل بسيطه سهله يديروها. مثلا الله يحفظ، اول حاجه انت بغيتي دير قرار، بغيتي تاخذ قرار ديال الحرب مع المغرب. المغرب والجزائر موقعين واحد الاتفاقيه سميتها اتفاقيه الصداقه او الاخوه وحسن الجوار في افران في 69. هذه الاتفاقيه فيها واحد الماده كتقول لك تمتنع الدولتان عن اللجوء الى الحرب والعمل المسلح لحل اي خلاف سينشب او يمكن ان ينشب بينهما. يعني هذا اتفاق متفقين نحن وياهم من وراء حرب الرمال. اتفقناه المغرب مع الجزائر، اتفقوا في 69. وعلى قاعده هذاك الاتفاق غادي توقع اتفاقيه الحدود 72 وغتوقع مجموعه ديال الامور. اذا اللي باغي يدير الحرب الغي اخويا ديك الاتفاقيه ديال الاخوه، سيروا الغيوها بشكل احادي الجانب وسجلوا الامم المتحده وقولوا حنا يلغيو داك الشيء. راه ما هذه الاتفاقيه بالضبط ما يقدروش يلغيوها بالضبط. لا الغاو ديال اسبانيا ديال الصداقه وهذا كانوا لغوها. غتقول لي مثلا اسبانيا هما لغوها، هذه ممكن يلغوها، هذه ما يقدروش يلغوها. كيف يوقفوا الطيران، كيف قطعوا الغاز، كيف هذه غدير لهم مشكل اخر قانوني. فرضوا الفيزا. لا هذه غدير لهم مشكل اخر. هذه دابا المغرب في الوقيته اللي قبل من 62 قبل ما الجزائر تاسس وتولي دوله في الامم المتحده، المغرب دافع على واحد الفكره، وكانت الاطروحه ديال المغفور له محمد الخامس الله يرحمه ومن بعد مشى فيها المغفور له الحسن الثاني الله يرحمه، هي انه ما يمكنش نخلي شي ورقه في يد فرنسا داخل الجزائر اللي توظفها في العلاقه بيني وبين الجزائر، ومن ضمنهم مشكله الحدود. مشكله الحدود المغرب غيحلها مع الجزائر ملي تستقل بيناتنا هادشي. وفي المغرب قوافي لهاد النقطه. الا مشاو هما تلغوا الاتفاقيه ديال 69 كيرجعوا يعطوا ديك الورقه لفرنسا. بمعنى المغرب ما يبقاش مشكله الحدود انا بيني معاك ودير عليه اتفاقيه، وبناء على الاتفاقيه 69 وقعنا 72 واعلان تلبسان واعلان الرباط وتفاهمنا ودرنا شركه مشتركه ودرنا انت هادشي جمدتيه وعرقلتيه وتصرفتي فيه تصرفات غير قانونيه. داكشي تواد زلمو، داكشي ديال العرجه وهاد العرجه وداكشي
ما قلنا ما كاين مشكل، ولكن تنوض تلغي هذيك الاتفاقيه باش دير معايا انا الحرب. انت كترجع كتعطي واحد الورقه لفرنسا اللي ما كان المغرب حيدها ليها، يعني المغرب كان حيدها ليها باش يخلي العلاقه اخويه بيننا وبينهم ومشاكلنا نحلوهم بيناتنا. هذا منطق ديال الدول العاقله ممكن دير هاد الحسابات. لا هما هاد الحسابات لا يقدروا يفكروا سياسيين شنقريحه وتبون يقدروا يفكروا يقول لك ما عندنا غرض، ولكن كاينين الناس عندهم الحريفيه ديال الاتفاقيات والمعاهدات اللي تيقولوا لهم راه درتوا هذه المحاذير، ها الخطا اللي غطروا فيه. يعني الا كانت فرنسا شاده عليهم غير الموضوع الحركه غتولي شاده عليهم حتى الموضوع، تقول انا عندي مشكل باقي تما. ولكن عبد الفتاح نعوم واش عمليا احنا ماشي في حالة حرب غير معلنة؟ لا شو هادشي في التواصل الجماعي. الاعتداءات ديال المحبس واش ماشي حرب؟ هذيك شوف دابا انت ملي كتكلم على المحبس وعلى موضوع المحبس، هو ايضا فيه واحد القضيه اللي كانوا باغيين يديروا الحرب. ياك هما معترفين بالبوليزاريو ومعترفين بانه دوله وعندهم معها علاقات دبلوماسيه كامله، دايرين لهم السفارات ودايرين كذا، واخا السفارات بجوج كلشي في تندوف، يعني جوج سفارات الجزائر وكذا، ديك التخربيقه اللي ما كايناش في الكوكب. الهند مع التيبت وما درتهاش ما دايرتهاش مع دوك ديال الانفصاليين ديال الدالاي لاما. هادو ملي كيجيو يتعاملوا معهم بهذه الطريقه باغي ديروا الحرب مع المغرب سهله، ديروا اتفاقيه دفاع شرعي مع البوليزاريو، وهذيك الساعه الا شي واحد من البوليزاريو دخل لجهه المنطقه العازله وزلق غير في الرمله اعتبروه عدوان من المغرب على حليف ديالكم وشعلوا الحرب. ها سهله، هي مبرر. بحال بغيتي الجزائر دير الحرب. انا كنقول اللي باغي يدير المشكله ديالهم واش كيديروا هما تيدويو داوين هاضرين داوين وكيتسناو المغرب يدير شي سلوك معين، بحال دابا هذه القضيه ديال البوليزاريو كيوجهوا ضربات من داخل تندوف، كيحاولوا يجروا المغرب لانه يدير تعقب مصدر النيران باش يقولوا هما المغرب دار تعقب مصدر النيران، اذا ها هو عدوان. دابا قانونيا وبمنطق العلاقات الدوليه الجزائر تتحمل مسؤوليه ديال اقصاف بين مزدوجتين جات من ارض تعتبر جزائريه، لانه قانونيا كيتحملوا مسؤوليه. غير دابا المغرب الذكاء ديالو فين كاين؟ المغرب الذكاء ديالو هو نهار توقع الاتفاق ديال وقف اطلاق النار ما داروش معاهم، داروا مع الامم المتحده لانه سابقهم. هادشي دابا كنقول ملي كتكون سابق شي حد كتكون عارف كيفاش كيفكر، هي اللي فاتك بليله فاتك بحيله. زين دابا المغرب فاهمهم كيفاش كيتصرفوا، دار هذيك المنطقه ديال شرق الجدار العازل كمنطقه فض اشتباك، بمعنى كندرس فيها التصرفات ديالكم كيفاش كتصرفوا. منطقه ديال الاشتباك ديال فض الاشتباك اللي ما تقدروش بسهوله توصلوا عندي كنقدر نضبطكم. ثانيا المغرب ميدانيا لا المغرب ولا البوليزاريو ولا حتى شي حد اللي يدير تما عمليات عسكريه ولا نشاط عسكري، ولكن المغرب على مستوى السياده الجويه كيضبط الامور، لانه ما يمكنش ديك المنطقه تخليها خاويه اللي جا دخل عاوتاني تما راه دخل الجماعات الارهابيه دخل شي حاجه اخرى. البوليزاريو ملي كيرتكبوا تما اي فعل كيتسمى خرق كيتسجل ضدهم، لانه البوليزاريو اصلا ما جادينش في الموضوع ديال الحرب. تيقول لك حنايا رجعنا للكفاح المسلح، وعلاش مستمرين في العمليه السياسيه؟ وعلاش كتستقبلوا دي مستوره؟ لكن رجعتي للكفاح المسلح اذا رجعتي لما قبل 90، اذا داك القرار 690 خاصك صافي ما بقيتيش كتامن به. اذا ملي تجي الامم المتحده وتقول لك راه غيجي عندكم دي مستوره ما تستقبلوش، نتوما في الحرب ما عندكم علاقه. نفهم بانه المغرب حشر الجميع في الزاويه. طبعا دابا هما السبب ديال هادشي كامل هو المغرب قال لهم هذا المشكل جربتوا معنا الحرب 75 ل 91 في الحرب طحناكم ما قدرتوش تصوروا معنا حتى حاجه، ودار شي حاجه معجزه المغرب. عمرني انا ما شفت المنطقي الا شتي دابا حرب العصابات، تاريخ حرب العصابات، سير شوف هوشيمين، شوف ماو تسي تونغ، شوف هذا تشانج كايتشيك، شوف هذا الاخر ديال كوبا فيديل كاسترو وغيفارا، محمد عبد الكريم الخطابي. ملي كدير حرب العصابات المفروض انك انت عصابات ما عندك لا تكانات لا قواعد عسكريه، ما عندكش شي بلاصه اللي ممكن تضربها في العصابات. فالعصابات اش كدير؟ هي كتستنزف جيش نظامي. اما جيش نظامي هو يستنزف عصابات ما عمره دار شي واحد في التاريخ العسكري في العالم من غير المغرب من 75 ل 91. ماشي استنزف العصابات ديال البوليزاريو واستنزف معاهم الجزائر واستنزف معاهم القذافي واستنزف معاهم كوبا والاتحاد السوفيتي، استنزفهم المغرب كاملين، وهو جيش نظامي قواعده العسكريه معروفه، عنده اليات ثقيله، عنده يعني جيش نظامي. ولكن قبل فتحنا عملنا نكمل لك هذه النقطه علاش كنقول هذا الكلام هذا. اذا هما البوليزاريو مشكلتهم شنو هي؟ مشكلتهم انهم ملي انهزموا في الحرب المغرب قال لهم ودابا يلا تقادوا، دابا جا مخطط التسويه المشترك، المغرب مستعد يحل هذا المشكل بالسياسه. هذا المشكله سيدي الصحراء غنحلوه بالسياسه. بغيتوا الاستفتاء اجي نديروا استفتاء مقاد. هما ما بغاوش استفتاء، هما بغاو غير يديروا شي حاجه تمثيليه يقسموا المغرب على جوج وصافي، والمغرب يقول لهم صافي شكرا. هادشي اللي بغاو. المغرب مشى معاهم في الموضوع ديال الاستفتاء بالتفاصيل، حتى كان اختلفنا على المعايير، شكون اللي غيصوت شكون اللي ما غيصوتش، ولا معايير سوف الغريب الامر. شي المعايير بخمسه ديال الاستفتاء ديال تحديد الهويه ديال شكون اللي غيشارك، بخمسه البوليزاريو وافق عليهم وبدا كينتقدهم.
كيديروا معيار وكيرجعوا هما ينتقدوا داك المعيار اللي داروه. كيقول المغرب مرحبا بغيتوا اسيدي الناس ديال 74 اجي الناس اللي مشاركين اللي هما في الاحصاء 74 ملي كيجي يدخل معاهم هذا كيقول لهم واخا الاحصاء 74 بوليزاريو كامل ما خصوش يهضر على هذا الموضوع كاع حتى واحد فيكم ما كاين في الاحصاء 74 لا ابراهيم غالي لا مصطفى ولي السيد لا واحد ما كاين في الاحصاء 74 قال لك لا غادي نديروا معيار اخر اللي عنده عمه ولا باه ولا جدو ولا كذا في الوثيقه ديال 74 يدخل واخا سيدي مزيان لقاو انه توسعت الدائره ولاو كاينين الناس غيشاركوا في الاستفتاء الاغلبيه غتقول الصحراء المغربيه ولاو كيقلبوا على كيقول لك لا راه غادي نقلبوا على اللي عنده شي نسب ولا شي قرابه من اي منطقه واخا يكون من موريتانيا واخا يكون من هذا لقاو راسهم كيوسعوا في الدائره ومشى المخطط ديال الاستفتاء وجات تقسيم ديال المغرب دخل معاهم في مسار سياسي فين ما كيدوروا الرحى كطحل لهم الصباع والمغرب كيربح. دابا المغرب درتي مع الحرب ما ربحتيش، درتي مع السياسه ما ربحتيهش، وصلتي معاه المساله ديال انت كنتي كتشري في الاعترافات وكتشري في كذا. المغرب دار شراكات دوليه حقيقيه وقنع العالم بانه عنده حل نهائي لهذا الموضوع، وقنع اكثر من 120 دوله الان في الجمعيه العامه ان هذا الحل ديال الحكم الذاتي هو الحل. علاش انت ملي حصلتي وملي الامم المتحده ولات باغا تزيرك ودارت لك الموائد المستديره كتقول لك اجي قول لنا شنو الحل، شنو بغيتي الحل، المغرب كيقول الحكم الذاتي، وهذا الحكم الذاتي العالم الدنيا كلها متفقه عليه. علاش انت شنو الحل؟ العالم الاخر بديتي كتهرب انت من الموائد المستديره. حضروا 2 مرات وكيهربوا. جات 2020 كانت اخر حاجه كتراهن عليها هي القرقارات. صافي ريب لك المغرب هذاك الحلم، سال الموضوع ديال القرقارات وهما يطلعوا للجبل. اسيدي الحرب، اسيدي كذا، الكفاح المسلح هذا غنديروا ما نعرف شنو. اذا انت يا مفلس وفاشل، فشلتي في الحرب وفشلتي في الدبلوماسيه. المغرب كيربح عليك وكيتحرك بهدوء وبثقه في النفس وما كيكثرش الهضره، كيخدم كيدير كيحط مشاريع كيشتغل وانت كتفشل. ولكن عبد الفتاح نعوم واش ماشي ربما خصنا نسميو الامور بمسمياتها في علاقه بالواقعه المحبس؟ هادو عصابات دو ميليشيات كيديروا اعمال ارهابيه زعما. دابا شوف هما كيديروا خاص الجزائر تحمل مسؤوليتها وخاص المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته، ما نبقاوش ديما صابرين. دابا الصبر كيدبر راسي. الخطاب ديال صاحب الجلاله ديال الذكرى 49 المسيره الخضراء راه كنتكلموا راه بقى لنا سنه وغادي يكمل هذا النزاع 50 سنه في عمره، نصف قرن. العباره اللي قال فيها صاحب الجلاله بانه على الامم المتحده ان تتحمل مسؤوليتها راه فيه انه دابا المغرب راه دار اللي عليه باش هذا النزاع يتسالى وبالطرق السلميه ومحترمين الفصل السادس ومحترمين الميثاق الامم المتحده ومحترمين هذه الامور كامله. الطرف الاخر راه ما غالب لا امم متحده ولا غالب مجتمع دولي ولا غالب تحد. الطرف الاخر راه غيستغل واحد الحاله ديال انه الى راب النظام في الجزائر راه غيريب كل شيء وغتنهار المنطقه. هما راه هذه راه نقطه قوه الجزائر هو انه نظام هش. نقطه قوه هذا النظام الجزائري هو انه نظام هش يفوق عليه يطير. ولا كان شي واحد كيتكيس عليه في اوروبا ولا في امريكان ولا كيتكيسوا عليه، راه تيتكيسوا عليه لانه الى راب الجميع عاود يجمعوا. لانه دابا العقل الجيوسياسي العالم كاين فيه مجموعه ديال العقائد دازت. المشكله ديال القذافي طاح القذافي رابط ليبيا ولي تيلاقي مشكل يتجمع جوج الليبيين تهضر معاهم. صدام مشى صدام ولي تيلاقي مشكل. علاش الامريكان دافعات على انه يبقى الاسد في سوريا؟ ما بغاتش تعطي اسلحه نوعيه للمعارضه السوريه، لانه الا طاح لك الاسد عاوتاني ما غتبقى تلقى مع من دوي وغيولي عندك عراق سوريا. فالنظام الجزائر دابا هما هذا النظام العسكري الجزائري يدرك هذه المساله، يدرك انه قوته في ضعفه. مساحه جغرافيه كبيره، بلاد مشتى، عقيده جامعه ممكن تهضر بها مع الجزائريين كاملين ما كايناش. ما عندكش شي خطاب ممكن شي حاجه تجمع الجزائريين صعيبه. يجمعهم المغرب، جمعهم كذا. المغرب كاين عنده الخطاب الروحي والعقلاني وهذا كاين يخاطب به، يعني ممكن يخاطب به، ولكن كدوله كتكلم الجزائر دوله وعضو في الامم المتحده وجاره. اقصد بانه كيجمعهم المغرب العداء للمغرب. لا كيجمعهم العداء للمغرب، ولكن كيجمعهم العداء للمغرب راه ماشي الجزائريين كاملين. انا ضد هذيك الفكره. راه الجزائريين راه كنتكلم مع الجزائريين وكنشوف الجزائريين وكيكتبوا لي الجزائريين وبزاف. راه واحد النهار واحد السيد من الجزائر مسكين كتب لي واحد الكلمه وقال لي علاش سي نعوم كتكلم على بلادنا بحقد وهذا وشرحت ليه. قلت له ودي شوف اولا راه ما عمرني ديما كنتكلم واؤكد واصر راه ما كنتكلمش مع الشعب الجزائري ولا كنقصد الشعب الجزائري. راه واحد المجموعه ديال الناس حاكمين في الجزائر عندهم مجموعه ديال المعضلات بنيويه كيحاولوا يهربوا منها بهذا الموضوع ديال العداء المغرب ومشكلتهم مع المغرب. راه مشكلتهم مشكلات اخرى، ماشي مشكلتهم هي المغرب، مشكلتهم هي ريوسهم هما ماشي هو المغرب. راه كيتغطاو وكيتضرغوا بالمغرب. وانا كنعاود نرجع لك للموضوع ديال الحرب.
راه لو كانوا جادين في الموضوع ديال الحرب يا اما يخرجوا دابا ببيان يردوا على السي بوروت يقولوا يا سيدي حنا هذه الحرب بغينا نديروها وماشي كنديروا سيدي غير الاشارات، حنا نديروا مع اكثر من الاشارات، يلا بعطاكم. واما يقولوا لا، واما خرجوا هذا الكلام اللي قالوه عاوتاني غيدير لهم مشكله مع الراي العام اللي كيخدروه بالموضوع ديال الحرب. راه كيرتكبوا واحد الكارثه هما دابا. مثلا هاد الايامات هذه شدوا واحد 4 ديال الجزائريين كانوا غيتسلوا في واحد الشاحنه، اكيد تكون قريتي هذا الخبر. ومشاو لمصر وكانوا باغيين قال لك يمشيو يحاربوا في غزه. راه ما يمكنش انت كتشحن الناس تشحنهم وتعبئهم خطاب عدائي عدواني فيه العنف فيه كذا فيه البارود فيه الحرب هذا حلوا الحدود وكتنتظر انت من الناس بغيتيهم يبقاو راه الناس راه عفويين، راه كتشحنهم، راه كاين حالات فيهم اللي غتطور، راه كتروج الخطاب متطرف، راه انت الاول غادي تدير. واخا عبد الفتاح نعوم الا رجعنا للدعوه الملكيه الامم المتحده انها تتحمل مسؤوليتها، وإلا رجعنا للكلام الملكي كذلك على أوهام العالم الآخر وحتى الانتقال من التدبير إلى التغيير، واش دخلنا مرحلة دبلوماسية جديدة؟ أكيد هو المغرب راه داخل. أنا بالنسبة لي المرحلة الدبلوماسية الجديدة علاش كنقول أنت كتكلم على الدقة الدبلوماسية المغربية. شوف دابا المغرب في يعني كتميزوا واحد القضية في المسألة ديال يعني الدبلوماسية ديالو، ما كيتكلم على الحاجات كيكون دارها كدار تخدمها. فيه دابا صاحب الجلاله كيتكلم على الكلام، المغرب فعلا انتقل منذ فتره، انتقل الانتقال وقع. كاين هما براسهم تيكونوا باقي ما فاهمينش، لانه بعض المرات الخدمه اللي كتكون كدار حسن ما تهضرش عليها، تهضر عليها تقدر تتشوش عليها الفيلم. الخدمه دارت. المغرب فعلا غير الاتجاه مش حال هذا في سياسته الخارجيه، وهما ما تيعاديهمش. ودائما راه الخطب الملكيه كتكون متسلسله ومتماسكه. راه الكلام اللي قالوا صاحب الجلاله دابا الا قارنتيه بخطب تكالت 20 سنه دي كتلقاه كاين مرجعيه عنده. اي خطاب هو مرجعيه للخطابات التي ستليه. 2014 في الذكرى ديال المسيره الخضراء الخطاب الملكي علاش يتكلم؟ راه كنتعاملوا مع الجزائر من ناحيتين. الجزائر اللي هي تعادي الوحده الترابيه المغربيه وتدعم البوليزاريو وتدير هذا الشيء حنا راه ضده. ولكن الجزائر الجاره اللي كيجمعنا معها قدر الجوار وكيجمع معنا المصير المشترك والتاريخ المشترك ووحده الشعبين، وهذا راه شيء اخر. حنا المغرب قادر يميز الجوج، حنا المغرب قادر يميز جوج المستويات. راه المشكل عندهم هما ما تيقدروش يميزوهم. وليتي لي انني كنهزمك في الموضوع ديال الصحراء نطي كتبغي تواجهني في المساله الاخرى. راه ماشي انا بيني وبينك واحد الخلاف، رد عليا في حدود هذاك الخلاف. ماشي تمشي مثلا دابا انا عندي خلاف معك فكري نوض نتهجم لك على معطياتك الشخصيه او نوض كنتهجم عليك ولا نجي ما تخلطش حاجه بحاجه. لا اسمح لي، انا عندي معك خلاف فكري، خليه فكري، خلي النقاش عندنا. كاين مشكل بيناتنا وبينكم في الصحراء، حنا المغرب تيقول لهم سيدي حنا قابلين للمشكل يبقى الخلاف عندنا في الصحراء، خليه في الامم المتحده. ملي شتيني كنربحك في المستوى اللي انت كتكلم به هو الموضوع في الامم المتحده وهذا مشيتي كتدور انت لاتجاه اخر، كتويتي تقحم الشعب الجزائري حتى هو في المشكل ديالك. انت تركز على هذه النقطه بانه ما خاصش السقوط في الفخ طبعا ديال انه الدعايه الجزائريه شعب وشعب. طبعا لا انا نقول هذه القضيه وما يمكنليش نتحمل المسؤوليه في هذا الشيء. ما كنقول لا الشعب الجزائري خوتنا مسلمين امازيغ عرب شمال افريقيين افارقه بيننا وبينهم راه كاين بلاتي على الاقل. انت كتعرف القضيه احسن من انك انت تنحدر من المنطقه الشرقيه. راه روابط الدم والمصاهره، ولكن الناس خوالهم جزائريين، كاين الناس اللي امامهم جزائريين، كاين هذا راه ماشي ما غاديش شي واحد يتحمل مسؤوليته امام الله انه واحد النهار كان كيقول لا الشعبين بيناتهم مشكل. الشعبين بيناتهم مشكل، وراه دابا الجزائريين شوفها في الكره ملي كان المنتخب ديالنا كيربح شوف كيفاش راه ما كاينش بينهم. ولكن كاين واحد الفئات معينه وكاين دعايه وكاين عمل منظم وكاين اسراب اللي مدربه ومنظمه لهذا الغرض عندهم في الجهه الاخرى كدير هذا الشيء. خدامين كيديروا هذا العمل هذا وكيردوا كلام وتيديروا واحد المجموعه ديال الممارسات وكيروجوا لهذا الشيء. المشكله فين كاين عندنا هو انه يقدر ينجرف معهم بعض الناس عندنا هنا بشكل عفوي، لانه مغربي كيسبوا جزائري في اليوتيوب وكذا. العفويه كتخليه يرد كيبدا يرد. طيب عبد الفتاح نعوم اللي كتكلم على الدقه الدبلوماسيه هذه فهمناها، ولكن واش ماشي من باب المبالغه ان عبد الفتاح نعوم كيدير واحد العنوان فيه المغرب يغير مجرى تاريخ فرنسا واوروبا بكاملها وسفراء ايران في المغرب يقتاتون على الاكاذيب والفبركات؟ لا هو هذا الموضوع هذا بلاتي المغرب المغرب يغير مجرى ملي كيجي الرئيس الفرنسي ويتكلم في البرلمان المغربي ويقول لك انكم انتم المغاربه علاقتنا بكم راه قديمه، لاننا راه كنعرفوا في تاريخنا انه المغرب راه كان عنده وجود سياسي وسيادي ديال الدوله وديال الثقافه وديال الحضاره في جنوب فرنسا.
سهل هذا الاعتراف، تعترف لك دوله الى الامس القريب مضاربه مع الحجاب والنقاب والمسلمين والمهاجرين، تتعرف لك بانك انت راك صايب جزء من تاريخها. احنا علاش مضاربين مع هاد الاوروبيين، هذه النخب المثقفه ديال العرب والمسلمين والعالم الثالث، من فرانس فانون من ادوارد سعيد، علاش مدابزين مع هاد اوروبا؟ انها تعترف بانه هي التواضع تجاه الثقافات ديال الجنوب. هذا هو الموضوع، تواضعوا الفرنسيين وتواضعوا الاوروبيين، راه حنا شكلنا جزء من تاريخكم ومن هويتكم، وراه حنا متشاطئين معكم، ماشي غير البحر الابيض المتوسط، متشاطئين معكم حتى الثقافات والاعراق والهويات. هذه فهمتها عبد الفتاح. هذا ماشي ساهل على الاوروبيين، راه مساله كتكلم على الجينات الايديولوجيه اللي خلات الاستعمار يكون استعمار. راه الاستعمار نهار جاي استعمرنا في القرن 19 كافريقيا ولا كعالم عربي ولا هذا، من الحمله الفرنسيه على مصر راه تصرفوا معنا على اساس اننا حنايا بشر رقم 2 وهما بشر رقم 1. دابا تقدينا صافي، يعني وليتي كتكلم ولاو كيقول لك لا راه فعلا راه حنايا الاطروحه ديال المغرب اللي كيدافع عليها وكتبنى الدبلوماسيه المغربيه واللي هي اطروحه حضاريه، راكم عندكم الصح. واخا فتحنا عماد النقطه واضحه، ولكن السفراء ايران، بمعنى انا كنعرف العلاقات مقطوعه مع لا ما كنحسش على السفراء الرسميين. كاين بعض الناس للاسف الشديد عندنا عينوا رؤوسهم سفراء لايران، لانه مثلا واحد كيتكلم تيقول لك اسيدي نتوما كتقولوا ان عندكم المعلومات على انه ايران تدعم بوليزاريو، كيقول لك عطيونا سيدي هذه المعلومات. انا علاش كنقول علاش كنقول مثلا هذو كيتكلموا باللغه ديال سفراء ايران، لانه الا كنتي عندك هذا السؤال غير لاعتبار معرفي، يعني بغيتي تحرج المغرب وبغيتي تحرجنا في هذا الموضوع، علاش نفس السؤال ما طرحتيش على اسبانيا وعلى المانيا وعلى كاع الدول اللي المغرب سبق مع علاقاته وعنده معلومات وادله كتقول انهم متورطين؟ هذو اللي كتسميهم سفراء. وكاين اللي كيقول كتكلم على ايران، انت عندك مشكله المغرب باش يقطع العلاقه مع ايران، ما عندكش مشكل من المغرب يقطع العلاقه مع اسبانيا، عندك هانيه يضرر المغرب في هذيك القطع العلاقات، تمشي اسبانيا ما عندك غرض. كاين سفراء ايران، كاين سفراء الامارات عاوتاني، والهضره عليك لا بالعكس. نعم، لا نقول لك ما قيل سقوط زفت سرديه تجميل اسرائيل بقضيه الصحراء المغربيه. عجبتني الضحكه، هي السيريا المدعوه بالفتاح نعوم اللي هو ودابا السي عزيز النووي بعد كشفنا لتناقضاته الصارخه على الهواء مباشره ولجوئه للصراخ مستفيدا من امتياز النقل عبر الساطيل الذي تم حرماننا من مشكل المغرب من قبل الغرفه التقنيه لقناه فرانس 24. إنه الوجع الأسود عندما يصبح هستيريا لواحد من أبواق الإمارات بالمغرب، والذي أصبح من أدوات بروباغندا تجميل إسرائيل عبر التضليل الرقمي للمغاربة البسطاء للتطبيع باسم الصحراء المغربية. هذا نموذج عين من طبيعة ومستوى المروءة الفكرية النازلة للحضيض لدى جوقة الكومبارس التي صارت ساكنة في منابر إيفنت كات إسرائيل 24 وفرانس 24 في ال4 سنوات الأخيرة. كاينه هضره اخرى عليك، ولكن غدا في نفس النموذج الهضره عليك. شوف انا شوف عينيك دابا السي عزيز الناوي، دابا لاحظ انا تنقول لي السي عزيز الناوي، الاخ عزيز الناوي، دابا الا كان هذا الكلام اللي تكتب بهذه اللغه بهذه المفردات بهذه التعابير بهذا التهجم يعتبر رقيا في الاخلاق ويعتبر يعبر عن هذا عضو في حزب اسلامي، حزب المفروض ديمقراطي تيقبل النقاش، اي واحد يمشي يراجع اللقاء ولا كلمه تهجم ولا هذا. يعني انا بالنسبه لي هذا الكلام هذا ما عرفش واش الحزب ديالو يقبل انه واحد يعبر على حزب بهذه الطريقه وعضو ديال المجلس الوطني يتكلم بهذه اللغه، يتهجم بالالفاظ. راك شفتي الالفاظ كيفاش دايره، يعني جميع انواع ابواق الامارات بالمغرب. انا ما عرفتش شنو كتعطيني الامارات، انا نتحدى على المنبر ديالك، لا كتعطيني الامارات شي حاجه ولا كاين شي حد في الامارات كيعطيني شي حاجه يقولها، انا باين عليا حط الامارات بالك شي لامبورغيني بالك شي ولا عمرني مشيت لهاد الامارات، ولا فقط هو شنو تيدير كياخذ مثلا مقال نشرتيه في موقع الكتروني اماراتي، واخويا راني نشر في مواقع الكترونيه في الدنيا كامله، راه هذاك المونيتور انا كاتب فيه ونشر فيه. كاينين بلاتي ولا بالمناسبه كاينه مواقع الكترونيه ومنصات اعلاميه الكترونيه في لبنان كاع يقدر بعيد على الامارات وبعيد على كل شيء، هي يمشي ياخذها يقول راه خدا فيها. هاد الناس هادو هاد المنطق هاد الطريقه باش كيتناقش السي عزيز الناوي مع احترامي الشديد ليه، كلام لا يليق بينا كمغاربه. المفروض حنا خوت في هاد البلاد، هو تيقول رايه وانا كنقول رايي، انا كنحترم رايه، لا هو ولا كاع الناس اللي كاين في العداله والتنميه. وهاد الحاله ديال السي عزيز الناوي راه حاله شاده في وسط حزب العداله والتنميه، لانه راه كاين الاخوان في العداله والتنميه، كاين بزاف الناس انا كنعرفهم اساتذه ديالو يقراوني
جامعيين، كاين الناس اختلفنا معاهم هي ما كاع ملي كنا في الجامعه ولا من بعد ولا ملي كنتناقشوا في الاعلام. كاين بزاف الناس في العداله والتنميه كيقبلون النقاش. درت حوار مع ناس اللي كانوا وزراء سابقين كاع في حزب العداله والتنميه، الناس بهدوء وبنقاش وعادي وجهات نظر كانت حتى اللي كينزل عليه الوحي السي رمضان اللي كينزل عليه الوحي يقول لنا ما نبقاوش نناقشوا معاه. وحزب العداله والتنميه المواقف اللي كيخرجوا عليه مثلا حنا المناسبه النقاش كان واحد الحوار فرونس 24 على الكلام اللي خرج قالوا السي بن كيران، السي عبد الاله بن كيران، اللي قال فيه انه التطبيع لم يعد له من مبررات ومن غايات اخلاقيه. وكنا كنناقشوا كنقولوا ودي الحاجه اللي هي زعجاته السي الناوي هو انه علاش بن كيران كان كيدافع على العثماني ملي كان العثماني غيوقع وخرج كيبرر عليه، علاش هذيك الساعه ما خرجش نتاقوا. واش ماشي من حقي مثلا السي عزيز الناوي ومن يسير على افكاره انه تبقى فيه غزه والقضيه الفلسطينيه باقي فينا كله؟ واش حنا دابا واش ماشي من حقهم يحتجوا على وصف ايمانويل ماكرون لحركه حماس بالارهابيه في مقر البرلمان؟ أنا نقول ماشي من حقهم يحتجوا على تزويد سفينه اسرائيليه بالوقود في ميناء طنجه؟ ماشي من حقهم يطالبوا باسقاط التطبيع لانه ما عندوش السند الشعبي؟ عبلتي هذه القضيه الامور كل مجموعه ديال الحوايج خاصنا نفكوا هذا الوقت بزاف قبل فتحنا. من حقهم يكون عندهم اي راي ويقولوا اللي بغاو ويناقشوا اللي بغاو، من حقهم ياك. غير لا بغيتي تكون تعبر على واحد الراي، اولا ضبط المعلومات ماشي اي حاجه، لانه بعض المرات كتكون بروباغندا ضد بلادك ومصوبه في بلاصه اخرى وانت غادي فيها بلا ما غير غادي وصافي. وانت في النهايه حزب سياسي عندك غايات انتخابيه بلا ما تبقى تدور وتتلف على الموضوع، لانه غير دابا كاينه مشكله ديال الشرعيه الانتخابيه والازمه الانتخابيه كاينه عند الحزب بلا ما يصدوا راسهم. ثانيا هذا الحزب راه ديال المغاربه كاملين. كنظن انه حزب ديمقراطي مغربي وطني من حق المغاربه كلهم يقولوا رايهم فيه. واظن ان الحزب مواقفه راه هي مواقف كينتجوها البشر تتناقش، ماشي غيقولوا لنا شي حاجه وما نناقشوهاش. الا ناقشناها راه حنايا متصهينين وابواق امارات وما نعرف شنو ويبداو يلصقوا لنا في التهم. على الاقل انا ما كنتهمش هاد الاتهامات، ما تهمناهمش. كنقولوا الاخوان المسلمين راه ماشي معياره. الاخوان المسلمين راه ماشي معياره، راه توصيف ديال الانتماء لواحد التيار فكري كاين في العالم. سفراء ايران هاد سفراء ايران هذه لانه ببساطه انت كتدافع غير على ايران. لو كنتي هذا الموقف قلتيه على المانيا وعلى بلايص اخرين وعلى ناس كاين ناس انا اللي كنحترمهم مثلا يجي نطاقه الدبلوماسيه المغربيه مثلا ملي قطعت العلاقات مع اسبانيا ولا مع فرنسا ولا مع كذا، هذاك الا جبت حتى ايران في الموضوع عادي. ولكن انت غير ايران كتدافع على ايران بوحدها. كيفاش ملي كنقول لك ايران راه بحال اسرائيل راه ما كاينش فرق بيناتهم. يعني ايران واسرائيل بجوجهم عندهم عدوانيه مفرطه تجاه المحيط ديالهم كامل. وما فهمتش كيفاش عبد الفتاح نعوم كيقول بانه ما يمكنش نناقشوا قرار بحال التطبيع بالمنطق الشعبي. لا دابا بلاتي، دابا واش ماكرون ملي اعترف بمغربيه الصحراء تشاور مع الفرنساويين كاملين دار استفتاء باش خدا هذا القرار؟ ميريكان ملي اعترفت بمغربيه الصحراء دارت استفتاء شعبي. راه السياسه الخارجيه ديال الدول راها مبنيه على واحد المجموعه ديال التقاليد واعراف وقانون دولي. ما بيجي بلاتي اسبانيا غيرت موقفها ودعمت الحكم دارت استفتاء شعبي. دابا الميريكان مشات دارت حرب في العراق دارت استفتاء. هذا يلزم ميزانيه الدوله ودخل الميريكان في ازمات باقا الان كذا ماشي. ودابا تخيل معايا اي قرار بغيت تاخذه، راه كاين واحد الحاجه في الادبيات كلها الليبراليه واليساريه، كاين واحد الحاجه سميتها المركزيه الديمقراطيه. راه كاين واحد الهيئه معينه تختص باتخاذ القرارات كدير التقديرات ديالها. كاينه بعض الامور واجبه، كاينه بعض الامور كتكون اسرار دول. الكثير مما يقال، ولكن حيت ما بقاش الوقت وقبل ما نسالي بالسين وجيم كاين الذكاء الاصطناعي كيسولته هو. نسمعوا السؤال ولكن الجواب. أستاذ عبد الفتاح نعوم، مرحبا بك معنا في برنامج بدون لغة خشب. السؤال الذي نود طرحه عليك اليوم هو: ما رأيك في مسألة الصحراء الشرقية؟ وكيف ترى تأثيرها على العلاقات المغربية الجزائرية؟ وهل تعتقد أن هناك فرصا لفتح حوار تاريخي بشأن هذه القضية للوصول إلى تفاهم مشترك؟ ننتظر بفارغ الصبر رأيك وتحليلك في هذا الموضوع الحساس والذي يشغل اهتمام الرأي العام. مجهتي علينا السردون في هادشي الذكاء الاصطناعي. غير هو غنجاوبنا بدون لغة الذكاء ديالك هذا من لا صدقني بانه السؤال كندخلوا للذكاء الاصطناعي كنقولوا السؤال لفلان الفلاني وكيوجد السؤال. اذا تفضل جاوبنا بدون لغة خشب. موضوع ديال الصحراء الشرقيه هي موضوع هي تعتبر في القانون الدولي مشكله خلاف حدودي بين المغرب وبين الجزائر. وهذاك الخلاف الحدودي الجزائر في القانون الدولي هي دوله خلف ديال دوله سلف اللي هي الاصل اللي كان معها المشكل هي فرنسا، لانه الجزائر من الدول الخلف يعني خلفت فرنسا. فبالتالي
ملي كنتكلموا على هذا المشكل، هو مشكل كاين مجموعه كاين تسلسل ديال النصوص القانونيه اللي كتكلم عليه، من معاهده اللامغنيه لاتفاقيه 1901 1902 وصولا للاتفاق ديال 1969 72 وهذا وانت جاي. اذا هو موضوع ديال خلاف حدودي وتحل بواحد الوصفه معينه، هو انه دار اتفاق وكان الاعلان ديال تلمسان بين المغرب وبين الجزائر، والمساله كان فيها هو انه تم ترسيم حدود، ولكن مع الاحتفاظ بانه كاين اشتراك بين المغرب وبين الجزائر في جوج ديال الحوايج، ما يتعلق بتدبير الموارد الاقتصاديه وما يتعلق بملكيات المدنيه ديال المغاربه في المنطقه ديال. ودابا كيف كتشوف هما دابا الجزائر اللي كيوقع معهم المشكل هو انه جاو قال لك اسيدي انا غنوقف معك عند حد هذه النقطه، رسمنا الحدود انا صافي هنا وندير اللي بغيت. بقات المساله معهم مطروحه بشكل قانوني، يعني كيحاولوا يردوها بشكل من الاشكال ديال المناوشه، يعني بيحاولوا يردوها ورقه للتشويش دائما على المغرب وللتشويش على العلاقات المغربيه الجزائريه. هذه الفهمه اللي من وراء 75 بداو متبنينها، يعني بداو كيقولوا مادام كاين المشكل الصحراء المغربيه اذا هذا الموضوع خصنا نخليوه حتى هو التوظيف، يعني نوظفوه كورقه من الاوراق في العلاقه ديالنا بالمغرب، ما دمنا المغرب باغي نقسموه على جوج وباغي نديروا عندهم واحد التصور معين، حاولوا يوظفوا هذيك النقطه. تعتبر انه ممكن يتطرح النقاش عليها شي مره؟ لا ممكن يطرح النقاش، لان كاين فيه مجموعه ديال النقاط خاصها تطبق، الاتفاقيه خاصها تطبق ديال 72 والشركه المشتركه ديال مغاربه الجبيلات باقا الان ما تفعلاتش الشركه، خاصها تفعل ديك الشيء، خاصها تخدم. يعني الاتفاقيه مازال معلقه لحد الان، مازال الاتفاقيه معلقه، عاد هما مازالوا داروا خروقات اخرين. الاعتداء على الملكيات ديال المزارعين المغاربه اللي هي ملكيات مدنيه، وملي كتكلم انت على الاتفاقيه ديال 72 في الديباجه ديالها توحيل 1901 و 1902 اللي فيهم مقتضيات تقول ان المزارعين المغاربه ممتلكاتهم في واد زلمو وفي واد العرجه وفي تندوف ينبغي ان تصان بالقانون المدني وبالقانون الاداري وبالمقتضيات الاخرى اللي خاص القانون الجزائري يتضمنها. عاد حنا راه 63 عندنا اتفاقيه اخرى وقعناها عاوتاني ديال اتفاقيه الاستيطان المشترك ديال هذه المساله ديال اننا عندنا مواطنين اللي مغاربه من اصول جزائريه وجزائريين من اصول مغربيه، راه عندنا بيناتهم الوضع معقد. الوضع معقد، وهما اش كيديروا؟ كيهربوا من ذاك التعقيد بتحويل التعقيد الى ورقه يستعملوها في الاعلام ويستعملوها للضغط. واش كيوقع لهم فين ما كيبغوا؟ دابا مثلا انا ديما السؤال كنطرحه، السي عرقاب وزير الطاقه الجزائري ديما كنسولو كنقول ليه فين هما دوك الشينوا اللي جبتي شي عامين هذه تصورتي معاهم في غار الجبيلات وقلتوا راه غتبداو تستغلوا الحديد؟ ما غيقدروش. فين هما؟ دابا الشركات الدوليه ملي كتجي شي شركه دوليه وتبغي تستثمر عندك في واحد البلاصه، عندها المستشارين القانونيين كيقول لها هذه البلاصه راه فيها خلاف حدودي، فيها مشكل يعني ما لان ملي كتدخل الشركه تما الشركه تقدر واحد تلقى راسها متابعه بشي دعوه قضائيه في شي بلاصه. يعني المغرب مازال له الحق قانونيا طبعا قانونيا. وعلاش الشركات التركيه والشركات هذا ما بغاتش تمشي معاهم؟ كاين الاعتبار التقني المتعلق بالمعالجه الهيدروليكيه الحديد وهذا، وكاين الاعتبار البعد ديال المسافه، انك تنقلوا من تما البحر المتوسط راه غتولي بحال اللي حرطوا الجمل دكو كتضيعي وقتك. وفيها الاعتبار الاخر القانون ديال المغرب راه ممكن يطالب بالموضوع. والدليل على ذلك علاش نهار جات الشركه ديال وورلي الاستراليه وباغا دير الانشاءات ولا الدراسات ديال الانشاءات الهندسيه ديال الخط ديال انبوب الغاز النيجيري المغربي، ناض البوليزاريو مشاو راسلوا الشركه ديال وورلي، راسلوا المصالح القانونيه عنده وقالوا لهم هذيك المنطقه اللي بيدوزوا منها الانبوب راه منطقه نزاع وراه المغرب راه هذا. علاش؟ لانهم هذه القضيه كيعرفوها من انه راه المغرب شاد عليهم هذه الورقه في تندوف، شاد عليهم هذه الورقه في الصحراء الشرقيه. يعني هذيك البلاصه وجب غير جوج الناس كيختلفوا على واحد الارض يتنازعوا عليها، كتبقى هكاك ما كدار فيها حتى حاجه، ما تباع ما تشرى ما تقسم ما والو. جوج دول مختلفين على خلاف حدودي، ولكنه خلاف صامت. خلاف صامت علاش؟ لانه هو المغرب شوف راه المغرب للناس لحسن حظ الجزائر والسلطات ديال الجزائر انهم داخلين في منازعات وفي هذا الشيء كله يديروا هذه التصابي وهذه الالعاب الصبيانيه، كيديروا مع دوله بعقلها، عندها تقاليد، عندها عرض، عندها باع، عندها اخلاق، عندها مجموعه ديال الامور اللي كتركز عليهم. ودائما شنو كنقول ملي كنرجع الخطب ديال جلاله الملك راه كتكون فيها واحد البعد استراتيجي. جلاله الملك راه قائد ديال الامه، وملي كيتكلم على الشعب الجزائري وعلى الجزائريين والعلاقات مع الجزائر، هذه الخلافات راه غادي تتسالى، ما غتستمرش. شرا واخا نديروا معاهم حرب وتجلس حتى 100 عام راه غيتسالى داكشي، الحرب ما كتبقاش للابد، غنعاودوا نرجعوا للسياسه وغتقاد العلاقات واحد النهار بين المغرب وبين الجزائر. وانا ذاك التاريخ كيحاسب شكون اللي كان كيدير اشياء اللي كتقطع الارحام وكتفصل بين الناس، وشكون اللي كان كيدير الجهد تلو الجهد من اجل ان الناس يتلاقاو. والله خرجنا من جار العيب بلا عيب. فتحنا عم بسرعه ما بقاش لنا الوقت. سينجيم، لو كنتي مكان دونالد ترامب شخصيا شنو كنتي غدير فيما يتعلق بالصحراء
بسرعه. في الموضوع ديال الصحراء انا بالنسبه لي انه كاين دابا الموقف الامريكي ديال الاعتراف بمغربيه الصحراء هذا راه ساري مفعول. دابا لو كنت انا في بلاصه دونالد ترامب اش غنقول؟ فرنسا مسؤوليتها انها هي اللي ترتب دابا الاوضاع في شمال افريقيا، تصالحت مع المغرب، خاصها تقاد العلاقه بين المغرب والجزائر وتقاد علاقتها هي مع الجزائر. الا فرنسا ما قدرش ديرها، انا كترامب بالشخصيه ديالي ولا نديرها انا غنديرها. عبد الفتاح نعوم، لو كنتي مكان قيس سعيد تستمر في التحالف مع الجزائر على حساب المغرب الكبير؟ لا ولا قيس سعيد راه مغلوب على امره، ما عندوش ما يقدرش يتخذ قرارات في الاتجاه لا هذه لا هذه، ما يقدر هو لا يملك قيس سعيد الا انه يمشي مع الجزائر دابا، لانهم يقدروا يديروا اي حاجه في تونس. كاين تغول وتوغل جزائري داخل تونس للاسف الشديد، وهذا الشيء لا ترضى عنه. راح دابا شوف غير النخب المثقفه والسياسيين والمعارضين كاين اللي كل شيء تيمشي الحبس. عبد الفتاح نعوم، لو كنتي مكان عبد الاله بن كيران تطلب من سعد الدين العثماني الاعتذار على توقيع الاتفاق الثلاثي؟ لا ولا، لو كنت مكان السي عبد الاله بن كيران نكون انا بعدا واضح، نقول انه هذا الاتفاق رانا خرجت بررته ودافعت عليه وها رايي كان فيه، وانه موقفي منه اصلا في الاصل كامل راه موقفي منه وانا عندي تقدير سياسي، والتقدير السياسي راه السياسه راه كتحنت، كتكون عندك موقف وكتدوز مده وكتقدر تقول حاجه اخرى. والسي بن كيران وقعت ليه مرارا سوء الطعب، راه مرارا وقعت ليه. شنو كان كيقول على البروتوكولات الرسميه ديال الدوله المغربيه، ومن بعد قال كلام اخر، وشنو كان كيقول على الفساد ومن بعد قال كلام اخر، وراه مرارا وقعت ليه هذه القضيه. يعني هو السي عبد الاله بن كيران انا شخصا نحترمه لتاريخه، لانه رجل سياسي مخضرم وثقيل في السياسه وكيعرف هذه الامور مزيان. خاصو يدير شي شويه دابا السي عبد الاله بن كيران. لو كنت في بلاصتو غندير واحد جلسه تامل حقيقيه في هذه الحصيله وفي هذه التجربه وفي هذه، ويكتب شي كتاب، يدير لي ماستر كلاس، يدير شي حاجه اخرى، لانه هذه الطريقه باش كيتكلم الان على السياسه وعلى الشؤون ديال الدوله وهذا راه ما يعني ما لا تليق بشخص، خاصو يكون عنده تحفظ. عبد الفتاح نعوم، لو كنتي مكان عز الدين المداوي وزير التعليم العالي الجديد، شو القرار اللي تبغي تاخذ عاجل؟ انا بالنسبه لي اللي قرار عاجل ومهم جدا ومطلوب الان في التعليم العالي، هو التعليم العالي بحاجه ماسه جدا، لانه هذا الشيء الرقمنه خصو يتطور. الرقمنه دابا كيف ممكن تنفعك ممكن تضرك. دابا الرقمنه الطلبه كيستعملوا الرقمنه وكيستعملوها بعض المرات لاشياء تضر بالمعرفه، اما كياخذوا منها معلومات ضاره، اما يستعملوها في الغش، اما يستعملوها في اشياء اخرى. خصوصا شباب انت تشوف شات جي بي تي دابا كيعطيك سؤال للضيف، يعني تخيل معايا الطلبه كيفاش كيوظفوا هذا الشيء. وبالتالي المناهج خاص يتعاد فيها النظر، الطريقه ديال التدريس يتعاد فيها النظر، مجموعه ديال الامور خاص يتعاد فيها النظر، وهذا الشيء ممكن وميسر، يعني ماشي شي حاجه اللي معقده، لان داروا تجارب اخرين اللي كيأهلوا. واضح. عبد الفتاح نعوم، في دقيقه عندك فرصه للاستدراك ولا التصحيح ولا التدقيق ولا الاضافه، دقيقه صوت ماشي صمت، تفضل. لا ماشي، انا ممكن نقول هو انه شوف حنا دابا كنناقشوا حنا في مجال ديال الراي السي رضوان، هذا الراي هو الراي، كيف ما كتدافع على رايك اعطي الحق للناس انهم حتى هما يكون عندهم وجهات نظر اخرى. وكنقول دائما اللي كيعطي لنفسه شي صفه معينه اكثر من انه صاحب راي، راه خاصو ديك الصفه تكون مضبوطه قانونا. الا كنتي وزير راك وزير، ولا كنتي رئيس مؤسسه راك رئيس مؤسسه، ولا كنتي كتمثل شي مؤسسه خاصك تكون كتمثلها قانونا. اما حنا اصحاب راي، والراي راه ممكن تغيره، ممكن الظروف تخليك تغيره، ممكن تغير المعطيات وتغير رايك، وممكن تصيب وتخطئ لانه ما كينزلش عليك الوحي، لانه عملك بشري. فالراي احترم رايك ودافع عليه وكذا مزيان، ولكن ديما راه حنا في النهايه اصحاب رايين واصحاب اقلام، والتوعد ما كينزل عليه الوحي، وخاصنا نحترموا بعضياتنا. يعني شوف راه كتجمعنا واحد الرابطه هامه جدا اللي هي رابطه المواطنه. حنا مواطنين، والمواطن مع المخوه المواطن خاصنا نحترموا اراء بعضياتنا، ونحترموا هذا المكتسب اللي عندنا في المغرب الحمد لله ديال النقاش. اذا اصدقائي اخوتي اللي كنتم تابعتوا معنا، كان هذا هو الفيديو الرائع، حلقه واعره، حلقه ناريه ما بين رضوان الرمضاني وكذلك الدكتور المغربي عبد الفتاح نعوم، اللي بهدلوا وكرفصوا الكراغله وقالوا بانهم بصح النظام الجزائري تقلب على انه يشبكها مع المغرب، ولكن المغرب ما مسوقش ليه، ولكن المغربي لا دار عينه فيه، راه غادي يبهدلوا غادي يكرفصوا، وبان اوراق الحرب ماشي بيد النظام الجزائري. النظام الجزائري غير تيبلبل، وبالفعل النظام الجزائري غير تيبلبل غير تيهدر. والنهار تقلق منهم الملك محمد سيد نصره الله وسماهم بالعالم الآخر، تم لهجة الخطاب تبدلات. الإعلام الجزائري دار عقله شوية، ماشي دار عقله ولكن شوية، عرف بأنه شحال مسكت عليهم جلالة الملك، راه واحد النهار غادي يتحطوا في البلاصة اللي خصهم يكونوا فيها.
وكيف ما قال عبد الفتاح نعوم راه بصح تيقلبوا على انهم يعاودوا خطاب حق رونالد مراركا اخوتي، الخطاب التاريخي اللي ما عمر شي جزائري غادي ينساه. لذلك كنتمناهم الله انهم يديروا عقلهم، لاننا ما باغينش شي مشاكل معاهم. فالاراء ديالكم بطبيعه الحال خلوها في قناه التعليقات، ما تنساوش تدعموا المقطع بلايك، اشتركوا بالقناه، تفعلوا زر الجرس. السلام عليكم.